ما تبداي هاد الفيديو بغيتك ديري واحد الحاجة. سيري وقفي قدام المرايا وشوفي في عينيك مزيان. واش عقلتي على ديك البنت اللي كانت كضحك من قلبها، ديك اللي كانت عامرة حياة وطموح كي مشات؟ اذا كنتي كتحسي بلي طفيتي بلي وليتي غير خيال ديال راسك حيت انتي في علاقة كتستنزفك، فهاد الفيديو ماشي غير ليك، هذه رسالة من الله لقلبك حيت ما بقاش مسموح لك تضيعي اكثر. اهلا بك اختي، خذي نفس عميق واسترخي في البلاصة ديالك. اعتبري هاد الكلمات جلسة خاصة ما بيني وبينك، بعيدا عن ضجيج العالم. فوق سداري مريح مع كاس اتاي دافي، نهضروا فيه بصدق على اي حاجة كدور في صدرك كتخافي تقولي بها حتى لنفسك. واش عمرك فكتي في الصباح بقيتي كتشوفي في السقف واحد 10 ديال الدقائق وحسيتي بواحد الثقل فوق صدرك، ماشي حيت عيانة من الشغل ديال الدار او الخدمة، ولكن حيت الخاطر خاسر ومكسور؟ واش عمرك كنتي غادا في الطريق والدمعة ديالك سابقاك بلا ما تعرفي علاش؟ غير حيتاش حسيتي براسك وحيدة واخا كاين حداك شريك حياة. بزاف ديال العيالات في مجتمعنا المغربي يكبروا على واحد الكلمة: الصبر. كيقولوا لنا الصبر مفتاح الفرج، صبري على وليداتك، صبري على دارك، الراجل هو اللي كيستر المرأة. هادشي زوين وقيمة إيمانية كبيرة، ولكن كاين فرق ما بين الصبر الجميل اللي فيه عزة وكرامة ونفس، وبين الاستنزاف اللي كياكل لك صحتك وعقلك وروحك. ملي كنتكلموا على علاقة سامة، حنا ما كنقصدوش بها بالضرورة بأن الطرف الآخر شيطان، ولكن كنقصدوا أنه الدينامية التي ولات بيناتكم ولات كتمرضك، بحال شي نبتة كديري ليها الماء وهي أصلا كتموت. التربة أصلا شبعانة سموم. علاش كنحسوا بهاد الضياع؟ نفسيا ملي كنكونوا في واحد العلاقة غير صحية، الجهاز العصبي ديالنا كيبقى دائما في حالة تأهب، ديما مستنفر. هذا كيتسمى في علم النفس fight or flight، يعني كتمشي لك ديك الطمأنينة وراحة البال. الدماغ ديالك كيبدا يفرز هرمون القلق الكورتيزول بشكل مستمر، وهذا الشيء اللي كيؤدي التفكير الزائد. كتولي كتحلي كل كلمة، كل غضبة، كل سكتة، وهذا الشيء كيهلك تنظيم المشاعر عندك. روحيا ربي خلقنا مكرمات، قال الله سبحانه وتعالى في القرآن: لقد كرمنا بني آدم. المرأة في الإسلام ماشي مساحة ديال الأخطاء، بل هي سكن. إذا فقد السكن هذه الخاصية ولا مصدر ديال الخوف وقلق، فهنا كاين خلل كبير في المقصد الشرعي من الزواج أو العلاقة كلها. أجي أختي نقول لك شنو هما العلامات الخمس اللي إذا اجتمعوا في حياتك عرفي بلي راكي في علاقة سامة وأن الروح ديالك كتطلب وكتستغيث. أول علامة هي ملي كتولي كتمشي على البيض، كتولي خايفة من ردة الفعل ديال الطرف الآخر، كتولي خايفة أنك تمشي على البيض وتهرسيه. واش كتلقاي راسك كتحسبي ألف حساب ما تهضري؟ واش كتخافي تعبري على رايك في أي حاجة بسيطة، مثلا غير الماكلة أو الخروج أو غير اللبسة، حيت خايفة من النكد أو الغضب ديالو؟ هذا فعل الناس كيتسمى الحذر اليقظ، اللي كتحسي بلي السلام ديال الدار معلق بالرضا ديالو هو فقط، وباللي انتي خاصك تكوني مثالية وساكتة ودرويشة وصابرة وضد الرغبة ديالك باش الأمور تدوز بخير. هذه أول علامة. العلاقة الصحية هي اللي كتحسي فيها بالأمان النفسي. تقدري تغلطي، تقدري تكوني معصبة، تقدري تختلفي في الرأي، تقدري تقولي رأيك بكل شجاعة وبكل بساطة بلا ما تخافي باللي غادي تقلب عليك أو يعاقبك بالصمت العقابي، يعني يقطع معاك هضرة أيام. إذا كان الخوف هو المحرك ديالك في الدار، راه الروح ديالك محبوسة في قفص. ثاني علامة هي التشكيك في النفس أو الضبابية gaslighting. هذه من أخطر الحوايج اللي كنشوفها في حصص الإرشاد، اللي كتحاولي تشرحي ليه حاجة دراسك وبدل ما يفهمك كيقلب عليك الطبلة، كيقول لك انتي اللي حساسة بزاف، انتي اللي كتخيلي، انتي ولا فيك الوسواس، انا كاع ما قلت هادشي. بشويه بشويه كتولي كتشكي في عقلك، كتولي تقولي مع راسك واش فعلا انا اللي مريضه وما حاساش براسي. هادشي كيهدم الثقه بالنفس. يا حبيبتي ربي عطاك البصيره، ملي كتحسي بشي حاجه ماشي هي هذيك، راه غالبا عندك الحق. حنا النساء كلنا عندنا الحاسه السادسه وعندنا قويه. من الطرف الاخر كيمسح لك الذاكره ديالك وكيحملك المسؤوليه ديال الاخطاء، راه كيمارس عليك واحد النوع من السيطره النفسيه اللي كتخليك غايبه على ذاتك، وكيخليك كيدخلك الشك في نفسك وفي صحتك العقليه. ثالثا العزله التدريجيه والبعد على راسك. شوفي في المرايه وفكري،
فين هي هذيك البنت اللي كانت كضحك من قلبها؟ فين هما صحاباتك؟ فين هو التواصل مع عائلتك؟ العلاقات السامة غالبا كيكون فيها واحد الحصار، ماشي بالضرورة كيسد عليك الباب بالساروت، ولكن يقدر يديرها لك بالتلميح والتعليقات الخايبة، مثلا على عائلتك على صحاباتك، يخليك تحسي بالذنب إذا خرجتي مع صديقات ديالك، أو يشغلك المشاكل ديالو لدرجة كتنساي راسك. ملي كتلقاي راسك مبقاش عندك الجهد حتى تمشطي شعرك أو تهلاي في صحتك، وملي كتولي حياتك كلها دايرة حول كيفاش نرضيه أو كيفاش نتجنب المشاكل ديالو، عرفي بلي راكي فقدتي الاتصال بالروح ديالك. والإنسان اللي كيفقد راسو كيولي فحال خيال، خيال بدون روح. رابعا، الحب المشروط وابتزاز العاطفي. العلاقة السامة كتشبه شي سوق، ديري هادي باش نبغيك، الا ما درتيش هادي راه ما كتسوي عندي والو. كتحسي بلا ديما قيمتك مرتبطة بشنو كتقدمي من تضحيات. الا عيتي او مرضتي او فقط قلتي لا، كينسحب الحب وكينسحب الدعم. هذا كيتسمى الابتزاز العاطفي. في الإيمان، المحبة سكن ورحمة، وجعل بينكم مودة ورحمة. صدق الله العظيم. الرحمة كتجي قبل كلشي. إذا كان الشريك ديالك كيتعامل معك كأداة لتحقيق رغباته، وملي انتي كتحتاجي الرحمة في لحظة الضعف ديالك ما كتلقايهاش، فهذه علاقة كتقسي القلب وكتضيع الروح. خامسا، الاستنزاف الجسدي والظهور ديال أمراض القلق، وهذا بالنسبة ليا هو أخطر علامة، حيتاش الذات ديالنا ذكية بزاف. ملي كنرفضو نسمعو الصوت ديال العقل ديالنا، الجسم ديالنا والذات ديالنا كتهضر، والهضرة ديالها كتجي على شكل أمراض. واش كيجيك داك التنفس بدون سبب طبي؟ واش عندك ديما حرق الراس شقيقة؟ واش المعدة ديالك ديما منفوخة ومزيرة؟ واش عندك الخنوق العصبي؟ واش جارك كيطيح أو كيطيح بزاف؟ هادو ماشي غير أعراض جسدية، هادي رسائل من النفس ديالك كتقول لك أنا كنموت عتقيني. الضغط الداخلي ستريس ملي كيوصل لمرحلة متقدمة كيولي كيبان في الجسم، في الجسد ديالك. إذا كنتي معاه ديما عيانة، وملي كيبعد عليك مثلا بسبب سفر أو شغل كترجع لك الروح وكتحسي براسك خفيفة، فهذا أوضح دليل بلي أن هاد الشخص طاقة سلبية كتمص لك حياتك. دابا أجي نعرفو كيفاش تعاملي مع هاد الواقع، ونعطيك خطوات بسيطة للتعافي. أختي العزيزة، الهضرة سهلة، أنا عارفة بأنه الهضرة سهلة، ولكن الفعل صعيب. وأنا عارفة بلي كاينين وليدات، كاين كلام الناس، كاين العائلة، كاين الخوف من المستقبل، ولكن فكري في الأمانة اللي عطاك الله اللي هي نفسك. أولا، أول خطوة هي التقبل والاعتراف. ما تبقايش تكذبي على راسك وتجملي الواقع. قولي أنا في علاقة سامة، هاد الاعتراف هو نصف الشفاء. ثانيا، رجعي الاتصال بالله، صلي صلاة الاستخارة، ماشي غير في الطلاق أو البقاء، ولكن في البصيرة. قل يا ربي وريني الحق حقا وارزقني اتباعه، ووريني الباطل باطلا وارزقني اجتنابه. الطمأنينة الحقيقية كتجي ملي كتسلمي أمرك الله، وكتثقي بلي هو اللي كيرزق وهو اللي كيحمي، ماشي العبد. ثالثا، بداي تحطي حدود تدريجيا، تعلمي تقولي لا للحوايج اللي كضرك. جربي تبداي بأمور بسيطة، شوفي ردة الفعل ديالك. إلا كان باغي يصلح راه غادي يحترم حدودك، إلا كان باغي غير يسيطر غادي يزيد في الضغط عليك. رابعا، البحث عن سند. ما تبقايش بوحديتك في هاد المشكلة، قلبي على شي حد يساعدك، مثلا مستشارة نفسية كتكون محايدة كتمشي كتعاودي ليها وهي كتنصحك، أو صديقة، أو عائلتك مثلا، أو أخت ديالك كتخاف الله. الهضرة كتخرج السموم من الداس، وكيمكن أنهم يفتحوا عينيك على حوايج انت ما كنتيش شايفاهم من قبل. خامسا وأخيرا، خطة الخروج إذا لازم الأمر. الخروج ماشي ديما هو الطلاق غدا في الصباح، لا، الخروج يقدر يكون هو خروج نفسي، يعني ما كيبقاش كلامك كيتوشيك، ما كيبقاش يأثر فيك، أو خروج مادي كيطلب وقت وتخطيط. المهم هو أنك ما تبقايش ضحية مستسلمة كتعاني في صمت وكتأثر على نفسيتها، على ولادها، على دارها وعلى مستقبلها. أختي العزيزة، العمر قصير بزاف باش تضيعو في الحزن والغم، ربي ما خلقكش باش تعذبي. تذكري دائما بلي إن مع العسر يسرا، الظلمة ديال الليل هي اللي تجيب الفجر. ممكن تكوني دابا خايفة كتقولي فين غادا نمشي أو شنو غادي يقولوا عليا، ولكن تيقيني
ملي كتاخدي خطوة لوجه الله باش تحمي روحك اللي هي أمانة، ربي كيسخر ليك جنود السماوات والأرض. شوفي السما، شوفي شحال واسعة، رزقك وراحتك وسعادتك ما محبوسينش في يد بشر، هما في يد الرحمن الرحيم. حبيبتي في الأخير بغيتك تعرفي بلي هاد الكلام اللي قلنا اليوم ماشي باش يخلعك ولا باش يحسك بلي الدنيا ظلامت في وجهك، بالعكس هاد الهضرة غير هي بصيص أمل باش تفيقي وترجعي تعيشي الحياة اللي ربي خلقك ليها، حياة فيها السكينة والتقدير والمودة. تفكري دائما بلي انت أمان عند راسك وبلي ربي كرمك وما كيعطاش لك المذلة أو الوجع اللي كياكل في قلبك كل نهار. الطريق للتشافي يقدر يبان طويل وصعيب، ولكن أول خطوة هي الوعي، وانتي دابا راكي درتيها ملي كملتي هاد الفيديو. قبل ما تمشي بغيت نطلب منك طلب، هبطي دابا التعاليق وكتبي ليا جملة واحدة: أنا أستحق السلام. خلي هاد الجملة تكون هي أول عهد كديريه مع راسك اليوم. وإلا حسيتي بلي هاد الفيديو نفعك شاركيه مع شي أخت أو صديقة محتاجة تسمع هاد الكلام، حيت بزاف ديال العيالات كيعانيو في صمت ومحتاجين غير اللي يحس بيهم ويطمنهم. ما تنسيش تشاركي في القناة وتفعلي الجرس باش نبقاو ديما قراب ونكملوا هاد الرحلة ديال الوعي والروحانية مع بعضياتنا. خليت لك راحة الله، الله ينور طريقك ويبرد خاطرك ويرزقك طمأنينة ما لا عندها حدود. شوفوا الفيديو الجاي، تهلاي في راسك وتهلاي في روحك.